بس الإخوان كانوا على حق. مصر عميلة للكيان والرئيس السيسي مش وطني. يعني مصر هتعمل إيه ولا إيه ولا إيه؟ تساعد مين وتلحق مين؟ ليبيا ولا السودان ولا اليمن ولا سوريا؟ أنت تعرف مصر هتبيع سينا لإسرائيل. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم. أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. فنجان البن التمام ويلا نعرف الحدوتة سوا. مصر النهاردة متحصرة بكم من التوترات العسكرية اللي تخليها لازم تاخد بالها من اللي بيحصل حواليها. وأخيرا اللي حصل في سوريا، المرصد السوري لحقوق الإنسان وده بيعتبر معارض لبشار الأسد، طلع مديره رامي عبد الرحمن وناشد السلطات المصرية أو الجيش المصري بالتدخل لحماية السوريين من السنة والعلويين، والأهم من مجازر عصابات الجولاني. وده مش كلامي، ده كلام مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان اللي أصلا اتأسس لمعارضة بشار الأسد. أنا هنا مش مع أو ضد أي طرف، أنا بس بوضح الصورة. فلازم نقف مع نفسنا وقفة ونسأل نفسنا سؤال: ليبيا اللي اتقسمت دلوقتي لحكومة شرق وغرب، ولا السودان اللي عندهم مجرم حرب اسمه حميدتي عمل انقلاب عسكري وداير يدبح في الشعب، ومصر بالفعل بتدعم الشعب السوداني والجيش السوداني المنظم والطيران المجهول يشهد؟ ولا نلحق السوريين اللي بقالهم 10 سنين في حرب أهلية؟ ولا نروح نشوف نتنياهو وتصريحاته والتهجير وقصفه للجرافات المصرية داخل غزة؟ انت مش عارف تلاحق على مين ولا على مين، وبيحصل ايه هنا وبيحصل ايه هنا. في النهاية وبعد كل ده توصل لك أزمة اقتصادية تأثر على اقتصادك. القيادة السياسية في مصر على رأسها الرئيس السيسي رافض بشكل كامل ورفض قاطع فكرة التهجير، وسعوديين بيغطوا على مجازر في سوريا، وإيران بتغطي على مجازر في سوريا، كلها أهداف وأطماع. مصر الوحيدة اللي ما عندهاش أهداف ولا عندها أطماع. مصر الوحيدة اللي بتحمي أمنها القومي. الحمد لله مصر الوحيدة اللي عندنا أمان. أصل في سوريا بيخشوا على البيوت وبيدبحوهم، واللي بيدافعوا عن سوريا النهاردة أو عن أحمد الجولاني زي ما اتقلب على اللي قبله هيتقلب عليك، إن كانت السعودية أو إيران، تمام زي ما حصل مع بشار الأسد لما سلم دقنه لروسيا وإيران. أحمد الجولاني يا صديقي اللي بيعتبر النهاردة رئيس سوريا، من أهم تصريحاته أنه لازم يتم هدم المملكة العربية السعودية وتفكيك الجيش المصري، لأن الراجل ده بينفذ خطة. وبالمناسبة يا صديقي نرجع لغزة تاني. غزة القتال هيرجع فيها تاني، القصف هيبتدي على غزة في وقت قريب قوي. مش أنا اللي بقول، ده المواقع والأخبار المتداولة. مش كده وبس، لأن الجيش الإسرائيلي نشر لقطات لعمليات عسكرية نفذها اللواء 474 في مناطق جنوب سوريا. فالجيش الإسرائيلي يا صديقي النهاردة بيضرب من غزة لسوريا. وطلع أحمد الجولاني في خطاب في المسجد وبيقول لك لن نقبل تقسيم سوريا، وفي نفس الوقت داير يقتل في الشعب السوري. والقوات الإسرائيلية واخدة سوريا رايح جاي، تنفيذ عمليات عسكرية واقتحام محافظات زي درعا. في النهاية يا صديقي كل واحد وليه دور في المسرحية بينفذ خطة فيها. مصر الوحيدة اللي واقفة قصاد الكل، تساعد مين وتلاحق مين. المنطقة كلها في توتر. حفظ الله مصر وشعبها. أشوفكم على خير.